السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني نتكلم في موضوع العمالة الغير منتظمة. طبعا قبل أي كلام وقبل أي ما ندخل في الموضوع، علشان الموضوع مهم جدا النهاردة، هطلب من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما ليا. هنخش في الموضوع. طبعا النهاردة موضوعين هنتكلم فيهم مهمين جدا جدا جدا. النهاردة طبعا بدأت صرف العمالة الغير منتظمة يوم 20. النهاردة بدأت فعلا، النهاردة بدأ الصرف، بس لمين بالظبط؟ لفئات معينة، اللي هي مين؟ اللي هي الناس اللي قدمت قبل كده في منحة الأزهر الشريف. طيب، هيروحوا النهاردة طبعا هيسألوا، طبعا من غير أي رسائل، ما بتجيش رسائل، بيروحوا على أقرب مكتب بريد ليهم اللي صرفوا قبل كده الدفعة الأولى. قبل كده هيروحوا النهاردة يوم 20 إن شاء الله هيصرفوا 500 جنيه. طيب، بالنسبة للقوة العاملة وال 500 جنيه بتاعة القوة العاملة. القوة العاملة إن شاء الله بأمر الله تعالى، طبعا هو لسه الفرز على كده شغال، واللي معطل الموضوع على كده بالنسبة للي هو الموقع بتاع الاستعلام، إذا كان مستحق أو لا. ده بالنسبة إن في ناس كتيرة جدا 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 قدمت فما كانتش مستحقة، طبعا على لسان وزير القوة العاملة، وأنا وضحت الكلام ده في الفيديو اللي فات. في ناس طبعا كانت متوفية وكانت الناس مقدمة لها، وفي أطفال وكده، والكلام ده وطبعا أنا وضحته في الفيديو اللي فات. طيب، بالنسبة للناس اللي هي اللي معاها فيزا وقدمت قبل كده وخدت، طبعا في ناس كتيرة جدا جدا، وده وضحته في الفيديو اللي فات، ان المرة دي هيبقى الفرز للناس المستحقة فقط، وده انا وضحته برضو في الفيديو اللي فات. طيب، الجديد دلوقتي ان طبعا دلوقتي احتمال كبير جدا جدا الناس هتقبض دلوقتي بالرقم القومي فقط، مش بالفيزا. ازاي يعني؟ انت معاك فيزا وانت دلوقتي هتروح تقبض بيها، لا، احتمال ما تتحدثش الفيزا، ممكن تقبض حضرتك بالرقم القومي فقط. ممكن تقبض بيها في حالة تحديث، لسه ما فيش اي حاجة دلوقتي اتكلموا على موضوع الفيز، ولو في اي جديد في الموضوع ده هبقى اقول لحضراتكم. طيب، والناس اللي هي ايه؟ الاستعلام ان شاء الله بامر الله تعالى هيبقى ان شاء الله احتمال كبير الموقع بتاع الاستعلام هيفتح، بس بعد الرسائل ما توصل للناس المستحقة. بمعنى ان الموقع هيفتح، طبعا هم كانوا قايلين الاول هيفتح بعد ما يقفل باب التقديم على طول، ممكن تستعلم، بس طبعا رجعوا بعد كده قالوا ان الموقع قافل علشان خاطر الناس اللي قدمت الكتيرة، اللي هم 6,022,000، عدد كبير جدا وناس كتيرة ما كانتش مستحقة، فعلشان كده لسه ما فعلوش الموقع تاني اللي هو بتاع الاستعلام. طيب، هتروح تستعلم ازاي؟ هتستعلم حضرتك بعد كده لو انت ما جالتكش رسائل او ايا كان، هتروح بالرقم القومي لاقرب بريد او لبنك زراعة، زي ما كنت انت بتقبض اول مرة، فبتروح المرة التانية زي كده. ده الكلام ده لو انت ما وصلتكش اي رسائل، بتروح بتستفسر برضه على الرقم القومي، هتشوف بعد كده اذا كنت مستحق او غير مستحق. طيب، هنخش بعد كده على التأمين الاجتماعي، وده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده ووضحناه برضو في الفيديو اللي فات. التأمين الاجتماعي والصحي، طبعا الوزارة قالت ان رايحين هيعملوا بوليصة تأمين للعمالة الغير منتظمة، وده لسه ما تعممش في جميع المحافظات، هم بس خدوا محافظات معينة بدأوا بيها دلوقتي، اللي هم الوادي الجديد والشرقية والمنوفية والدقهلية والجيزة. طبعا اي حد سمعني في المحافظات دول يروح يقدم كده على على
التأمين إن شاء الله. طبعا التأمين أنت هتدفع 90 جنيه والدولة هتدفع لك 120 جنيه. طبعا ده معاش العمالة الغير منتظمة. طيب إيه فائدة المعاش ده؟ المعاش ده بقول لك إنه هيزودوا لك المعاش، تمام، غير المعاش اللي هم بيديهولك. طبعا اللي هيديهولك بعد كده لا، انت مثلا لو هم هيدوك مثلا 50، لا هيدوك بعد كده هيدوك ممكن 90 ممكن 100 يعني بزيادة. تمام. فان شاء الله يا ريت يكون الفيديو طبعا وضح نقط كتيرة من اللي احنا اتكلمنا فيها. ونرجع نقول في اول الفيديو ان الناس اللي كانت بتقبض في الازهر تروح النهارده، بدأ النهارده القبض، هتروح وتقبض ان شاء الله. وفي اخر الفيديو طبعا بشكر كل مشتركي القناه، وبطلب من الناس اللي مشتركتش في القناه تتفضل تشترك علشان يوصل لها كل جديد. وبشكركم وبشكر دعمكم ليا. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.